أهلا بحضراتكم وصواريخ حمراء. صواريخنا عبارة عن عناوين تحتها كلام كتير ممكن يتقال. هل أحرز وليد أزارو هدفين في مرمى الترجي أم هدف واحد؟ طبعا وليد أزارو سجل هدف واحد في الدقيقة 31 واللي كان سبب في حصول الأهلي على نقاط المباراة الثلاث والتأهل الرسمي لدور الثمانية. لكن الحقيقة أنا حبيت أثير الانتباه بهذا العنوان عشان أسلط الضوء على الإنقاذ الرائع لوليد أزارو ومنعه لكرة طه الخنيسي من معانقة شباك الأهلي في الدقيقة 15. الحقيقة إن الإنقاذ ده من وجهة نظري لا يقل قيمته ونتيجته عن هدف الفوز اللي سجله أزارو في الدقيقة 31. ليه؟ لأن الكرة دي تحديدا لو دخلت مرمى الأهلي كان سيناريو المباراة ممكن يتغير تماما وتبدأ رحلة المتاعب ورحلة البحث عن هدف التعادل اللي كان ممكن يجي وكان ممكن ما يجيش. وأكيد الترجي كان هيتراجع للدفاع البحت زي ما عمل في مباراة برج العرب وخرج بشباكه نظيفة. يعني نقدر نقول إن أزارو سجل هدف التعادل الافتراضي بهذا الإنقاذ قبل أن يسجل الهدف الحقيقي. حقيقة وليد أزارو يستحق تحية خاصة في هذه المباراة. كارتيرون على خطى البدري أم على خطى مانويل جوزيه؟ الحقيقة إنه ليس من الإنصاف ولا الموضوعية إننا نحكم على كارتيرون بهذه السرعة لا بالسلب ولا بالإيجاب. الراجل محتاج فترة يعبر فيها عن نفسه وبعدها نقدر نحكم عليه بموضوعية وبالشواهد. لكن للإنصاف كارتيرون بيتميز ببعض الأمور اللي تم ملاحظتها في الفترة القصيرة اللي فاتت، وكانت نفس النقاط دي موضع انتقاد عند الكابتن حسام البدري مع تقديرنا واحترامنا له ولإنجازاته مع الفريق. أول نقطة عند كارتيرون إنه مستمع جيد للاعبين، ودي نقطة إيجابية في علاقة مدرب بلاعبه. كمان دي نقطة إيجابية في إنجاح أي عمل جماعي. النقطة الإيجابية الثانية عند كارتيرون إنه بيحاول يخلي اللاعب البديل على نفس درجة الجاهزية اللي عليها اللاعب الأساسي، وده برضه لاحظناه في الفترة القصيرة اللي فاتت، وبيقوم بعملية تدوير مقننة وأتت نتائجها بشكل إيجابي في الفترة القصيرة الماضية. في نقطة مهمة جدا ودي أهم نقطة في الحكم على قدرات مدرب وعلى فكر مدرب، وهي مسألة تعاطيه وتفاعله مع سيناريو المباريات وقدرته على قراءة المنافس بشكل جيد والتعديل في التشكيل والتعديل في الخطة وتكتيك الفريق بالشكل اللي يخليه يسيطر على مفاتيح اللعب أو مقاليد الأمور في الملعب. لاحظنا ده في مباراة الإسماعيلي إنه غير الطريقة بسرعة بعد التأخر بهدف، ومع مرور الوقت واقتراب المباراة من انتهائها إلى الاعتماد على طريقة الضغط العالي اللي كان نتيجتها إن الأهلي قدر بالفعل إنه يسجل هدف التعادل. كمان لاحظنا في مباراة الترجي إن الترجي بدأ يلعب على ثغرة موجودة في الجبهة اليسرى. على طول كارتيرون تفاعل مع سيناريو المباراة وسحب ناصر ماهر ونزل أيمن أشرف خلف علي معلول وقدر يسد الثغرة دي. ولو تفتكروا حضراتكم الموسم الماضي الأهلي خسر بطولة إفريقيا بسبب استغلال الوداد لهذه الثغرة الدفاعية، وقدر إن هو يسجل هدف في القاهرة وهدف في المغرب من نفس اللعبة ومن نفس المكان. النقطة الإيجابية أيضا ودي فيها ريحة جوزيه إيه هي؟ إن كارتيرون بيعزف على الوتر النفسي والتأهيل النفسي والتحفيز الدائم للاعبين زي ما كان مانويل جوزيه بالظبط بيعمل. عندنا تصريح لكارتيرون والتصريح ده
لو وضعناه موضع التحليل هنلاقيه بيعبر عن فكر رائع لهذا الرجل لما صرح وقال: سأقاتل من أجل الحصول على بطولة إفريقيا ولو كلفني ذلك حياتي. كارتيرون ما زال في البداية، عايزين نمنحه الفرصة وعايزين نصبر عليه وندعمه ونقف جنبه، وإن شاء الله أنا متفائل خير بكارتيرون. عودة الجماهير وحكاية الجمل والنخلة. عشان نكون موضوعيين وما نخدعش نفسنا، لازم نكون عارفين ان موضوع عودة الجماهير للمدرجات هو امر امني بالدرجة الاولى، ووقت ما الجهات الامنية هتشعر بالامان بعد عودة الجماهير مش هتكون فيه مشكلة على الاطلاق. هنا دور المسؤولين عن الكرة في مصر، اللي انا شايف انهم مريحين دماغهم من زمان ومبسوطين بالوضع ده، لان ناس كتير قدمت مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ في هذا الشأن، كان ممكن المسؤولين يتناقشوا فيها مع الامن ويقنعوهم، وفي الحالة دي الامن مش هيرفض ابدا مسألة عودة الجماهير. المهم اننا اخيرا استقبلنا خبر عودة الجماهير بشكل تدريجي بداية من سبتمبر المقبل، وهيبدأوا 5000 مشجع تمهيدا للعودة الكاملة للجمهور. واحنا بنقول والله رحلة ال1000 ميل بتبدأ بخطوة، وزمان قالوا ان الجمل طلع النخلة، قلنا ادي الجمل وادي النخلة، وإنا لمنتظرون ومترقبون. ما يبقاش مرتضى لو لم يضع الأهلي في جملة مفيدة. المستشار مرتضى منصور عنده مشاكل مالية وعنده نيابة وقضاء وتحقيقات، عشان كده كانت فرصة انه يعقد مؤتمر صحفي من المؤتمرات اللي بيحبها، وبيلاقيها فرصة انه يخرج كل اللي جواه. لكن ايه دخل الاهلي في كل اللي بيحصل في الزمالك حاليا وكل المشاكل اللي فيها مرتضى منصور؟ مفيش. لكن مرتضى ما يقدرش يفوت مناسبة الا ولابد انه يضع الاهلي في جملة مفيدة. اثناء حواره وحديثه في المؤتمر قال: انا حرمت الاهلي من افضل لاعب في مصر. طيب ايه جاب القلعة جنب البحر؟ ما تعرفش. هو ده مرتضى منصور. وعلى العموم بنقول له يا سيادة المستشار، عبد الله السعيد كان قدامه سنة او 2 بالكتير وكان هيفنش كورة، وكنا على يقين انك باللي عملته في موضوع عبد الله السعيد قدمت اكبر خدمة للنادي الاهلي. ازاي؟ ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله. هل يتجنب الاهلي مقابلة الكبار في دور ال8؟ والله ده متوقف على ان الاهلي يفوز على كامبالا سيتي في مباراة برج العرب القادمة عشان يتأكد تصدره للمجموعة، حتى لو الترجي فاز على تاون شيب. هنا الاهلي لو تصدر مجموعته هيتجنب اللعب مع كل الفرق التقيلة اللي تصدرت مجموعتها، وهيضمن ان هو هيقابل فرق من المستوى الثاني. كلنا المفروض نبقى ايد واحدة ونقف خلف الفريق، ولا بد من الفوز ان شاء الله في مباراة كامبالا سيتي القادمة. وبالتوفيق للنادي الاهلي. جماهير الاهلي اشتاقت للمونديال.